السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معانا في فيديو جديد. النهاردة هنعمل تورتة عيد ميلاد وهنزوقها مع بعض بأبسط الخطوات والإمكانيات. طبعا أهي التورتة بتتكلم عن نفسها يا جماعة، شكلها جميل جدا، وإن شاء الله لما تشوفوها كمان عملناها ازاي هتعجبكم قوي. دي بالفانيليا ودي بالشوكولاتة. وحصلت حادثة كده غريبة، تعالوا احكي لكم بالظبط حصل ايه واحنا بنعمل التورتة. يلا بسرعة ندخل ونشوف هنعملها ازاي. دلوقتي هنعمل مع بعض الجناش او التوبينج اللي هنزوق بيه الكيكه من فوق. عندنا كوبايه من اللبن وحليب، عندي نص كوب او 3/4 كوبايه من الكاكاو الخام، و3/4 كوبايه او اقل شويه من السكر، ونص كوبايه من الزيت. طبعا الزيت ده عشان يديله اللمعه الحلوه بتاعه التوبينج او الجناش. وعندي عشان اعزز الطعم عندي بار شوكولاته، بس طبعا مش هاخده كله، انا ممكن اخد ربعه او نصه ادوبه في الجناش بتاعي لما يتعمل. دلوقتي انا هجيب كزرونه او طاسه او حله احط فيها المكونات بتاعتي عشان ادوبها على النار. ادي الكاكاو، احط عليه اللبن، كل الحاجات احطها على بعضها واحطه بس على نار هاديه. ادي الزيت وكمان السكر، هاخده كله على نار هاديه واقلبه لحد لما يدوب، وبعد كده هرفعه من على النار وادوب الشوكولاته في الحراره بتاعته من غير ما يكون على النار. ادي الجناش بتاعنا اهو، يا دوبك بس ادوبناه على النار، يعني هو مش سخن قوي. هبتدي احط الشوكولاته، كسرت حته قد ربعها كده من بار الشوكولاته بتاعي، اكسره كده عشان يبقى سهل يدوب بسرعه يعني، وادوبه في الجناش بتاعي عشان انا كده بعزز الطعم بتاع الشوكولاته. هخليه بقى لحد لما يدوب كده، وبعدين اسيبه يبرد ونبتدي نزوق الكيك مع بعض. دلوقتي هنزوق السبونج كيك بتاعنا عشان نعمل احلى تورته. احنا عملنا واحده بالكاكاو اهي، وعملنا واحده بالفانيليا. دلوقتي هنزوقها، ومعانا المقادير والحاجات بتاعه الزواق، طبعا كريم شانتيه وشوكولاته مبشوره والجناش اهو، وكمان ده السيرب اللي هنسقسق بيه الكيكه. ده عباره عن مربى انا مخففاها بالميه. يلا بقى هنفتح الكيكه مع بعض وبعدين نزوق مع بعض. انا قطعت الكيكه بتاعتي، قسمتها على 3، ادي قطعه وادي قطعه تحت اهي وادي واحده. دلوقتي هبتدي ازوق بان انا دي زي ما قلت لكم مربى مخففاها بالميه. هبتدي اعمل كده علشان تبقى طريه معايا. هي طبعا طريه جدا مش محتاجه، بس التورته بتبقى طريقتها كده. هنغرقها كده المنظر ده، غرقناها بالشربات او بالسيرب او بالمربى. هنبتدي نحط الكريم شانتيه، نحط طبقه حلوه كده ونوزعها كويس. نحط بقى على الشريحة التانية، اغرقها برضو بالسيرب كده بنفس الطريقة، واحطها على الطبقة اللي احنا حطينا عليها كريمة، بس طبعا بالراحة. بالشكل ده، وهحط تاني سيرب. طبعا دي قطع مربى عادي ما فيهاش مشاكل. وهحط دلوقتي طبقة تاني من كريم شانتيه.
كده حطيت الطبقة الأخيرة والحتة الكيكة يعني الأخيرة. دلوقتي هبتدي أسويها من الجناب، شايفين عاملة ازاي؟ هسويها من الجناب وأزوقها بالكريم. هحط في النص بتاع الكيكة كده بعد ما حطيت الكريم شانتيه، هحط طبقة من المربى. طبعا الذواق ده بتاعك انتي، ممكن تعملي كل حاجة كل واحدة يعني وذوقها واللي متوفر عندها يعني. هحط كده طبقة من المربى في النص كده، يعني دايرة مثلا في نص الكيكاية كده. عملتها كده بالشكل ده. دلوقتي بقى هعمل الجوانب دي بالبشر بتاع الشوكولاتة، شوكولاتة مبشورة اهي. خلصتها كده. عملت اول تورتايه، طبعا زواق بسيط جدا مش محتاج اي حاجه. بس انا دلوقتي هاخد التورتايه احطها على طبق التقديم، عشان ايه؟ طبعا الشكل زي ما انتم شايفين كده، فهظبطه وارجع لكم تاني. الكيكايه التانية اهي فتحناها علشان نبتدي نزوقها. هحط برضو بنفس الطريقه السيرب، هغرق كده وهحط على التانية برضو بنفس الطريقة. ودلوقتي هحط عليها الكريمة برضو طبقة حلوة كده. حطينا الكريمة عليها، هسويها بس من هنا كده، وهي يعني هتسوي بعضها لما تكمل في الاخر. هحط الطبقة التانية عليها. حطينا الوش بقى بتاعها، دلوقتي هنحط الجناش، هنغرق بقى كده بالجناش. وهنسيبها هي تسيح وتنزل على الجوانب، وبعدين نسويها عشان تبقى عندنا احلى تورتاية شوكولاتة. اهو شايفين بتنزل ازاي. الحقيقة يا جماعة حصلت مشكلة وانا بعمل التورتاية الدارك دي، الشوكولاتة الغامقة، وقعت مني على الرخامة واتقطعت واتبهدلت خالص، وكنت متضايقة جدا مش عارفة اتصرف ازاي. بس الحمد لله ربنا ألهمني، خدتها قلبتها على بعضها، يعني فتتت خالص، فتفتها خالص وقلبتها ورحت عاملاها، قلت اعملها كده رول زي ما انتوا شايفين كده، واعملها كده تورتايه بالطول، يعني مش هتقول لا، عشان بس تعبي ومجهودي ما يروحش في الارض. فجبت كيس بلاستيك زي ما انتوا شايفين كده، مش استرتش، لان الاسترتش طري قوي فمش هعرف املكه. فجبت الكيس البلاستيك كده، فردته ورحت عاملاه زي ما انتوا شايفين كده بالكيكه بقى، بالكريم شانتيه بتاعها، بالجناش، بكل حاجه، وطلعت معايا بالشكل ده. ورحت حطاها في الفريزر لمده نص ساعه، ولما فتحت عليها طلعت بالشكل ده. وعلى فكرة طلعت حلوة قوي، يعني ما باظتش مني ولا حاجة الحمد لله. نقلتها بقى على الكرتونة اللي هقدمها عليها، وقلت ازوقها كده وان شاء الله تطلع حلوة وربنا مش هيكسفني. حطيت عليها الكريم شانتيه وغطيتها كلها بالكريم شانتيه. زي ما انتوا شايفين كده غطيتها كلها بكريمة الشانتيه بالسباتيولا بالمنظر ده من كل النواحي. غطيتها كويس جدا بالكريمة او اللي هو يعني كريم شانتيه.
وكمان جبت كيس كده حطيت فيه الشوكولاته السايله، شوكولاته دارك سايله، وبزوقها كده، بعملها رايح جاي كده شكل عشوائي بالشكل ده. وطبعا الزواق بتاع التورت بالذات زي ما قلت لكم في اول الفيديو دوت على حسب ذوقك انتي، على حسب ذوق كل واحده وعلى حسب الامكانيات المتوفره عندها. وطبعا انا عملت كده رايح جاي بالشوكولاته السايله دي بشكل عشوائي كده، غطيتها كلها برضو من كل الحروف والجوانب زي ما انتوا شايفين كده. طريقة سهلة جدا والله، مش محتاجة اي افتكاسة يعني، في منتهى السهولة. بس لسه طبعا شكلها، استمروا معايا لاخر الفيديو عشان تشوفوا شكلها بقى حلو ازاي. بعد بقى ما زوقتها خالص كده بخطوط الشوكولاتة الرفيعة دي، جبت خلة او يعني السيخ الخشب دوت اللي هو بتاع الشيش طاووق اهو، ومشيت بقى ايه رايح جاي كده عكس بعض، خط كده وخط كده عكس بعض، اداني الشكل الجميل ده اللي هو بيبقى ايه معمول في الجاتوهات. لما بشتري جاتو جاهز بيبقى معمول فيه الشكل ده. بقى شكلها حلو جدا اهي، بخطوات بسيطة جدا جدا ادتني شكل حلو قوي. هعمل بقى من هنا، هكمل بالشوكولاتة، بالخطوط الشوكولاتة الرفيعة برضو عشان اعمل نفس الشكل من الجنب الصغير ده اهو، ومن الجنب ده كمان خط رايح وخط جاي، اديني الشكل العشوائي الجميل دوت، والله شكلها تحفة. وخلصنا الطرط بتاعتنا الحمد لله. يا رب الحادثه اللي حصلت ما اثرتش علينا نفسيا، فطلعنا احلى حاجه. ديت الكيكه اللي هي بالشوكولاته اللي كانت وقعت مني واتفكت وكده، فانا اتصرفت وعملتها كده الحمد لله، طلعت حاجه جديده جدا وشكلها تحفه ان شاء الله، كمان طعمها جميل جدا. ودي التورتايه اللي هي الكريمه اللي هي فانيليا، وزوقناها كده قدامكم، عملناها كلها خطوه بخطوه قدامكم. وديت اللي بالشوكولاته. طبعا عيد ميلاد بنتي، دي تورته العيد الميلاد، عندها 8 سنين النهارده. كل سنه وهي طيبه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. هنسيبكم بقى ونحتفل بعيد ميلادها، وشكرا وباي باي. سنه طيبه يا قرده.